تقلقيش، ربنا شاهد عليا. انا كل يوم بقول انا ابقى كويسه، ويجي الشيطان يركبني بالليل، يجي الشيطان يركبني بالليل، انا تعبان انا تعبان. سما المصري في خطوة مفاجئة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. أعلنت الفنانة سما المصري ارتداء الحجاب وابتعادها عن الأضواء، مؤكدة أنها اتخذت هذا القرار عن قناعة تامة ورغبة في التوبة النصوحة. وظهرت سما المصري في بث مباشر عبر حساباتها باكية ومتأثرة، وقالت: أنا خلاص لبست الحجاب وقررت أبتعد عن كل اللي كنت بعمله. والله ما عايزة شهرة ولا ترند، بس نفسي الناس تسامحني وتحذف صوري وفيديوهاتي. سما المصري بالحجاب، سما المصري بالحجاب. وتفاعل الجمهور مع خبر ارتداء سما المصري الحجاب. وظهرت سما المصري لأول مرة بالحجاب في أثناء مشاركتها في انتخابات مجلس الشيوخ أمام إحدى لجان الاقتراع في حي الأزبكية، بينما تنتظر دورها للإدلاء بصوتها وهي ترتدي ملابس محتشمة. الظهور الثاني للحجاب في مسيرة سما المصري. هذا الظهور لم يكن الأول من نوعه في مسيرة سما المصري مع الحجاب، ففي عام 2014 أثارت الجدل بعد إعلانها المفاجئ ارتداء الحجاب واعتزالها، لكنها تراجعت بعد أيام قليلة وقالت إنها كانت كذبة أبريل متأخرة. ورغم تصريحاتها السابقة التي كان بعضها يعود إلى رغبتها في التقرب من الله حسب قولها، إلا أن هذه المرة أكدت أنها لن تظهر ثانية بشكل غير محتشم.